اهلا بيكم في الحلقه السابعه من برنامج كواليس خفيه سيزون 2. نتكلم على شخص هو مش مجرد بيشتغل في اللوكيشن بس، ده هو واحنا قاعدين في البيت بنبقى شايفين التصميمات بتاعته. النهارده هنتكلم على مهندس الديكور. خلينا يعني نقول الكلام بطريقه مبسطه شويه. وانت قاعد في البيت بتاعك بيبقى في مهندس ديكور هو اللي ظبط لك بقى الديكورات، وقال لك الحاجات هتتحط فين، والانتري فين، والسرير فين، والكومود فين، والنجفه هيبقى شكلها ايه عشان تبقى لايقه مع ايه، وشكل الباركيه ايه او السيراميك او الحاجات دي كلها. تعالى نتكلم بقى في السينما بيحصل ده ازاي. في اللوكيشن احنا بنبقى شايفين الحاجات بنحس ان هي حقيقيه جدا اكننا في البيت بالظبط او في قصر او الكلام ده كله، لكن حقيقه الامر ان الموضوع تلات ارباعه بيكون عباره عن حاجات مش حقيقيه. يعني بيبقى مثلا ورق حائط، بيبقى فوم، بتبقى حاجات تديلك الشكل النهائي بس ما بيبقاش طبعا مصروف عليها جامد قوي، لانها في الاول وفي الاخر بعد ما التصوير يخلص بتترمي. طبعا في اللوكيشن ممكن تبقى انت واخد استوديو كبير جدا وبتحتاج ان انت تقسمه اكنه هو بقى عبارة عن مثلا شقة فيها 3 اوض، فيها حمام، فيها اسانسير بره جنب الباب، الكلام ده كله. ما بنقعدش بقى نبني طوب بقى عشان خاطر نقسم الحيطان والحاجات دي كلها، بيبقى الشغل كله بالخشب. الخشب بيستخدم كتير لان هو بيبقى اسهل في ان احنا نركبه ونفكه، بيبقى اسهل في تشكيله وفي تقسيمته، بيبقى خفيف فتقدر ان انت تتحكم فيه وتعمل له تقفيلات وكوانات انت محتاجها بسهولة وبسرعة. طبعا مهندس الديكور بيبقى معاه فريق كبير جدا من اكسسواريست، من عمال، من ممكن تلاقي نقاش عادي في اللوكيشن، ممكن تلاقي نجار في اللوكيشن، حاجات كتيرة جدا. وساعات كمان بنضطر ان احنا ممكن نبني تواليت مثلا، هتلاقي سباك موجود، حاجات كتيرة قوي يعني. طبعا بيبقى في جزئين في الجزء بتاع الديكور ده، في حاجة اسمها ديكور اللي هو كل ما هو مبني، وفي حاجة اسمها اكسسوار اللي هي الحاجات اللي متحركة. كل ما هو متحرك بنقول عليه بروبس او اكسسوار، اللي هو على سبيل المثال بتلاقي ترابيزة، بتلاقي مكتب، سرير، الحاجات دي كلها. طبعا الديكور في الاول خالص مهندس الديكور بيبتدي ان هو يقعد مع المخرج يفهمه شكل الديكورات هتبقى عامل ازاي، يديله مقترحات، او المخرج بيقول له مباشر انا محتاج 1 2 3. ده بيحصل في مرحله البري برودكشن اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده. طبعا مهندسين الديكور بقى بيبتدوا ممكن مع المخرج ان هم يروحوا مخازن اكسسوار كبيره، او هو نفسه ممكن مهندس الديكور يبقى عنده مخزن اكسسوار. بيبتدوا بقى ينقوا الحاجات المناسبه بقى من فرش بتاع انتريه، سفره، اوضه نوم، حاجات مودرن، حاجات كلاسيك، حاجات قديمه جدا بتاعت عصور تانية، وهكذا حسب بقى اللي مطلوب للعمل. وبكده تكون حلقة النهاردة خلصت. برنامج كواليس خفية سيزون 2 كنت معاكم فؤاد الشربيني، استنونا الحلقة اللي جاية.